السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهاردة هنحكي لكم سبب تصالح عمر شاور والقيصر. عشان كده تصالحوا، وتعالوا نعرف ليه مع بعض. اول حاجة، طبعا بنشوف القيصر راح لشاور الفيلا وهو معاه عربية ولابس المرش بتاعه جديد، السيفي، جاي رايح له بيه وبيفاجئه وبيقول وبيروح رد عليه شاور يقول له انت جاي ليه، وايه العربيه اللي انت جايبها دي؟ لو انت ناوي، وبيقول له انت ناوي على خيانه ولا ايه؟ فيروح قايل له لا 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 خالص. بعديها يروحوا العربيه، بعديها يقعدوا يتكلموا شويه. طبعا طبعا عمر واحمد خايفين من القيصر اللي يكون ناوي على خيانه، فبيروحوا على العربيه ويفتحوا فيها ايه. بعديها بيلاقوا كلب صغير القيصر جايبه لشاور هدية. بعديها بعديها شاور بيقول له انت عامل كل ده عشان الليلة دي؟ فيروح قايل له ايوه. فيروح مطلع له الكلب، مديهوله هدية، كلب صغير طبعا. وشاور كان ماسك كلاب كتير، كان محضر قبلها كلاب كتير عشان يديها للقيصر بقى، لو القيصر ناوي على غدر او خيانة او حاجة كده، فيروح عامل له كلاب مسيبها على طول عليه. وكان القيصر طبعا جايب اخوه معاه، وطبعا قعدوا يتكلموا. بعديها راحوا فتحوا العربية زي ما قلتلكوا وشافوا الكلب. طبعا شاف الكلب بقى، فالقيصر اتبسط، فشاور اتبسط سوري. لما شاور اتبسط بقى، بعديها لما بيشوفوا الكلب اللولو بيقعدوا يهزروا ويضحكوا. بعديها يقوله اتصالحوا، وبعديها يتصالحوا طبعا. ي... بعديها يقعدوا شوية. بعديها القيصر يجيب هديته لشاور، والهدية دي بتبقى عبارة عن حلويات جايبها له. بتبقى الحلويات دي كبيرة، يعني تقريبا كانت حلاوة المولد، ماشي. ولما بيجيب له حلاوة المولد دي بيديها له، بيقول له هدية، وبيقول له انا جايب المحبة والأخوة. وطبعا احنا لو عارفين، لو كان القيصر ناوي على الغدر كان شاور هيسايب الكلاب، ما كانوش هيحلوا المشكلة وكانوا هيتخانقوا تاني. طبعا بقى وروله الحلويات اللي هو جايبها له. بعديها يجي حد من فريق عمل شاور، حتى ساعة بيقول له فاكر تعدي العربية لما أرشدت عليك؟ وطبعا ساعة العربية ده اللي هو كان شاور عامل فميك جولد، فبوظهوله وشالهوله القيصر كله وهرب من البلاعة. لو انتوا عايزين فيديو عنه قولوا في الكومنتات، ماشي. وبعديها مينا يقوله ويجروا ورا بعض. بعديها هيكون الفيديو بتاعنا خلص. ورب تكونوا استمتعتوا بالفيديو. متنسوش اللايك والاشتراك والسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد. سلام.